وإنقاذ حيوانات معذبة، وكلبة انتصرت على السرطان، وجوايز طلعنا فيها الأوائل. تعالوا أقول لكم أحلى أخبار فاتتكم في سبتمبر. في بنت أو بطلة من الشرقية أنقذت حصان كان بيتعذب كل يوم. والشاب الجميل اللي انتوا شايفينه ده اسمه محمود من الإسماعيلية، كل يوم بيستنى راجل كبير يوصله لحد الجامع ويرجعه تاني. والقصة اللي كان معظمنا متابعها عن الانفلونسر ياسين محجوب، ان كلبته اخيرا انتصرت على السرطان بعد رحلة علاج طويلة. بما اننا على طول بنشتكي ان ليه الدولة مش بتستغل الانفلونسرز الحلوين دول ان هم يكونوا جزء من الترويج لهوية مصر البصرية، فهم عملوا كده فعلا من خلال مبادرة اسمها احنا مصر، جمعوا فيها التوب توريزم انفلونسرز في مصر. كلنا اتأثرنا بالسلسلة اللي هنا ابتدتها مع اخوها عمر اللي مشخص بالتوحد. ففي كافيه اسمه 1980 عزم عمر ان هو يعمل قهوته عندهم وثبتوها في كل الفروع باسمه. وبما ان المهندس مش بني ادم، فطلبة هندسة جامعة القاهرة فازوا في بطولة عالمية بمشروع تخرجهم من ضمن 14 دولة. وفي نائبة في البرلمان الهولندي اتطردت من البرلمان علشان كانت لابسة بلوزة عليها الوان علم فلسطين، راحت ورجعت لابسة بلوزة عليها بطيخة. واخيرا في مشروع مصري 100% في مدينة إسنا فاز بجائزة الأغا خان ل 2025. كل الاخبار دي واكتر بنقدمها على The Good News علشان نفكركم ان دايما فيها حاجة حلوة. شكرا.